فالله تعالى هو خالق النفوس، والنفوس هي الأرواح، لأنها هي اللي تحرك الأجسام، وهي اللي تتأثر بها الأجسام وجودا وعدما. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذاكر الله تعالى بالحي، ولمن لم يذكر الله عز وجل بالميت، لأن الذي يذكر الله منتفع من حياته لآخرته، والذي لا يذكر الله خاسر ومغبون في حياته وفي آخرته. ونفسه وما سواها قد أفلح من زكاها، زكاها بالإيمان والعمل الصالح والقول السديد والخلق الحميد، واجتناب ما يضاد ذلك وينقص كمال الواجب ويقدح فيه ويأثر فيه. وقد خاب وخسر وندم وشقي من دساها، من دنسها بالذنوب ولم يتب حتى لقي علام الغيوب. هذا هو المقسم عليه. هذا يدل على ضرورة المجاهدة. والله تعالى قال في سورة العنكبوت: حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. وهذا يحتاج جهاد حتى الإنسان يعمل الخير ويتجنب الشر، مستعينا بالله تعالى مخلصا له، بريئا من الحول والقوة إلا به جل وعلا. ولهذا قال: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. وفي آخر السورة قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع من المحسنين، لأنه جاهد فأحسن إلى نفسه، فالله معه يسدده ويعينه ويتقبل منه ويغفر زلله ويكمل له عمله ويثيب يضاعف له المثوبة من فضله ويستر عنه عيوبه في الدنيا ويسترها في الآخرة ويقابلها بالمغفرة. ومن أصر على العناد وعرض الشرع وعرض عنه وكفر وآذى، سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين وكذا وكذا، فالله تعالى له بالمرصاد ولا ينفعه مال ولا بنون يوم القيامة. جاء وحده حتى إنه ما معه شيء من الدنيا، لا يفتدي ولا غير ذلك، ومرتهن بعمله ومآله إلى النار مخلدا فيها أبدا، وهي أسفل سافلين في سجين أسفل سافلين. هذا مآل الكفار والفجار. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.